تعزيزا للاقتصاد الوطني وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حل بولاية بشار وفد صيني لعقد توأمة عمل لمشروع ضخم لإنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني خاص بالسكك الحديدية وكدعربات القطار لتسهيل مرور المعدات في مشاريع. من السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص توفير اليد العاملة المؤهلة لهذا المشروع الذي سيأتي حتما ب يعني تعزيز للاقتصاد الوطني وتسهيل يعني مرور المعدات في مشاريع عدة ببلادنا. قرارات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعد الزيارة نتاعو إلى الصين، وين اتخذ مجموعة من القرارات واتخذت فيه مجموعة من الاتفاقيات، من بينها أن الشريك الصيني سيدخل كطرف في مشاريع السكة الحديدية على مستوى وطني. ومن بين القرارات هذه هو إنشاء مؤسسة تكوينية على مستوى بشار لتكون اليد العاملة المؤهلة اللي تكون غدوة هي اللي تقوم بعملية في السياقة وفي الصيانة وفي الترميم وفي بناء القطارات والسكك الحديدية على مستوى وطني، حتى هذه المدرسات تستقبل كل أبناء الجزائر اللي راح يتكونوا في هذا الإطار، مثل ما هو الشأن في جيبوتي وفي إثيوبيا اللي بناوا هذه المدارس اللي راح تكون هذه اليد العاملة المؤهلة. لأن المشاريع الكبرى ومشاريع القرن اللي داخلة في التزامات السيد رئيس الجمهورية في التجسيد نتاعها راح تحتاج إلى هذه اليد العاملة المؤهلة. استراتيجية الدولة في تعزيز اقتصادها الوطني وكذا الموقع الاستراتيجي الهام بولاية بشار هو ما سيجعلها متأهبة لخلق آفاق تطلعية لتكوين يد مؤهلة لهذا المشروع مع توفير جميع الإمكانيات لنجاح. وتحضيرا لهذا المشروع القرن لابد أن نرافقوا بهذه اليد العاملة المؤهلة، وخاصة منها المحلية اللي غدوة باش نواجهوا بها هذا المشروع الضخم.